هنعمل مع بعض النهاردة الفاصوليا المنجلاوي، وهنعرف مع بعض ايه هي الفاصوليا المنجلاوي. بس قبل ما ابدأ الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب بعد اذنكم، عشان يوصلكم مني كل فيديو بنزله جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة اكلة وتمرينة مع كابتن وفاء سيف الدين. اهلا بكم واهلا بكل متابعيني في كل مكان. هعمل معاكم الفاصوليا المنجلاوي بطريقة سهلة وسريعة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. هنعملها على سفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. شايفين شكلها احمر قوي وجميل ازاي، وخضرة جدا، وطعمها وريحتها تحفة تجنن، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهنشوف مع بعض المقادير والطريقة. ومعانا نص كيلو من الفاصوليا الخضراء المنجلاوي. الفاصوليا المنجلاوي دي بتبقى فاصوليا رفيعة كده زي ما انتم شايفين، بتبقى خضراء قوي ومن جوه ملحمة ما فيهاش بذر، وبتبقى طعمها مسكر جدا جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. معايا نص كيلو من الفاصوليا الخضراء، غسلتها حلوه قوي وقشرتها من القشر. وكمان معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم ناعم، وكمان فلفله خضراء رومي متقطعه لمكعبات صغيره. وسر بقى اللي هيخلي الفاصوليا دي لونها احمر قوي وجميل معانا هنعرفه دلوقتي مع بعض. معانا نص كيلو من الطماطم او البندوره، عصرتها وصفيتها من التفل، ومعلقه من البابريكا صغيره، ومعلقه من الفلفل الاسمر، وهو ده سر اللون الاحمر الجميل، البابريكا. وكمان معانا 3 معالق صغيرين من الملح، وحله متوسطه فيها بصله متوسطه مفرومه ناعم. ويلا بينا كده نشوف مع بعض الطريقه. ومعايا معلقه كبيره من السمنه البقري او الزبده البقري، وهنزل بيها كده على البصله. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي باسرع واسهل طريقه. في 5 دقايق هنكون عاملين احلى واجمل فاصوليا منجلاوي. ويلا بينا كده، نزلنا بالحله على نار هاديه، ونزلنا كده بالبصله مع الزبده، وهبدا اقلب لغايه ما البصله تشوح وتدبل عندي. انا مش عايزاها تتحمر، انا عايزاها تدبل بس. وبعد ما تدبل عندي على نار هاديه علشان ما تتحرقش مني، بنزل بصلصه الطماطم او البندوره، وغسلتها وعصرتها حلو وصفيتها من التفل زي ما انتم شايفين كده. نزلت بيها كده مرة واحدة على الحلة، وبعد ما هنزل بيها هحط عليها لتر من المية، وهسيبهم يغلوا. هعلي عليهم النار، بس قبل ما يغلوا هنزل بالتوابل الجميلة. السر اللي هيخلي الفاصوليا معانا حمرا هي معلقة البابريكا دي او الفلفل الاحمر الحلو، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. والملح مش بحطه دلوقتي، بحطه في الاخر لما الفاصوليا تستوى معايا. وجربوها وقولوا لي رايكم. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات. جربوها وقولوا لي رايكم، ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. تشرفكم في العزومات على سفره رمضان. عاملينها من غير لحمه ولا اي حاجه، وطعمها تحفه يجنن، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بعد ما غلت كده زي ما انتم شايفين الطماطم، نزلنا على الطماطم بالفاصوليا المنجلاوي، وهنبدا ان احنا نقلب حلو قوي الفاصوليا مع الطماطم ونغطي عليها. بس قبل ما نغطي عليها نحط معلقه من الثوم المفروم ناعم والفلفل الاخضر، وهسيب كل الكلام الجميل ده يستوى كده مع بعضه، وهقلبه تقليبه وهغطي عليه. وبالظبط هتاخد حوالي نص ساعه على بعد ما تغلي. هوطي على نار هاديه جدا، لازم اوطي على نار هاديه عشان تستوى معايا وتطلع طعمها حلو وجميل زي ما انتم شايفين كده. بعد ما استوت الفاصوليا وطلعت معانا وغرفناها في الطبق، تعالوا بقى نشوف جمالها ولا لونها الاحمر التحفه، وكمان ريحتها وطعمها مزبده وطعمها زي اللوز. تجنن. ان شاء الله تجربوها تعجبكم جدا جدا جدا. وانتظروني في حلقات كتيره جديده. وكل سنه وانتم طيبين. اعملوها على سفره رمضان، وهتشرفكم في العزومات. صحه وعافيه على قلبكم. وانتظروني في حلقه اخرى مع كابتن وفاء سيف الدين، واكله وتمرينه. والى اللقاء لكل متابعيني في كل مكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.